السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي. هعمل معاكم النهاردة وصفة كيكة قمر قمر قمر، حاجة كده هشاشان ولونها أبيض وجميلة وقطنية، وكل اللي ما بتنجحش معاه الكيكة شوفيها بالطريقة دي وإن شاء الله تنجح معاكي وهتعتمديها على طول. أولا نخش في المقادير. كده معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وطبعا بيض يعني فانيليا. تمام كده يا حبايب قلبي. وطبعا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس قوي، ومعاهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر اي نوع تكوني بتثقي فيه ونخلته معاه. وطبعا بقول لكم على باقي المقادير: كوبايه من اللبن، طبعا المقادير دي كلها بنفس المعيار. كوبايه من اللبن حطيت عليها معلقه من الخل، طبعا ده بيخليه يروب. تمام، وده سر هشاشان الكيكة، وجربيها هتعتمديها وهتعجبك جدا جدا جدا. وكوباية سكر بنفس المعيار، ومعايا كوباية نص كوباية زيت، بس انا عشان كان عندي زبدة فبحب انكه جدا لما باجي اعمل كيكة، ممكن احط معلقة زبدة، ما عنديش خلاص يبقى المقدار نص كوباية زيت. تمام كده. تمام. ممكن تضربي الخليط ده كله في قلب الخلاط وتسهلي على نفسك. ممكن تعمليه بالمضرب السلك، وممكن بالمضرب الكهرباء. انا عملته بمضرب السلك عشان اي حد ما عندهوش كيتشن او عنده مضرب بيض او اي حاجة يستعمل المضرب السلك عادي جدا، ما فيش اي مشكلة. فضلت اضرب فيه لغاية ما لونه فتح ولغاية ما السكر داب جدا. لكن لو عايزة تسهلي على نفسك، لو ضربتيه في الخلاط هيقضي نفس الغرض وما تصعبيش حاجة على نفسك. استعملي اي حاجة تعدي ايديك يا حبيبة قلبي. تمام كده. تمام. طبعا زي ما قلت لكم كده، الوصفة الأساسية نص كوباية زيت. ما عندكيش وعندك معلقتين زبدة، تمام، يعني المقدار كله نص. تمام. تمام. قعدت اضربهم طبعا بالمضرب السلك كده اهو لغايه الخليط كله ما يتجانس مع بعضه. واعذروني في الاضاءه معلش، لان الرينج لايت عندي كان فيه مشكله وما كنتش منوراه، فكانت الاضاءه خافته شويه، فاعذروني. تمام. تمام. طبعا على ما عملت الخليط بتاعي كان اللبن راب معايا. هنزل بيه بقى على الخليط بتاعي وهقلب كويس جدا. اهم حاجة اقلب كل المقادير كلها مع بعضها عشان تتجانس. تمام يا حبيب قلبي. تمام. اللي وصل اللي معايا للمشهد ده يعمل لي لايك ودعموني، عشان انتوا ما بتدعمونيش عشان اقدر اكمل معاكم، وكومنت حلو منكم كده. وبعدين بعد ما خلاص ضربت كل الخليط كله مع بعضه، بنزل بقى بالدقيق المنخول كويس جدا شوية شوية. كل ما يختفي الدقيق معايا انزل بالباقي، كل ما يختفي انزل بالباقي لغاية ما مقدار الدقيق كله كله يخلص معايا. تمام. هخلص كل المقدار. وطبعا اخلي بالي ان اخد الدقيق اللي على الجوانب، اهم حاجة ما خليش الدقيق معايا يكتل. يعني ايد بتنزل الدقيق وايد بتضرب بالمضرب السلك، بحيث الخليط كله يتجانس مع بعضه، ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي اثر لدقيق خالص. وخلي بالكم ممكن يبقى فيه دقيق في قلب البولة من تحت، فخلي بالي واكون حريصة. وبالاسباتيولا ممكن اجيب الجوانب لو المنخل منخل ايه بس منخل ايه، المضرب السلك بيقضي الغرض، يبقى تمام مفيش مشكلة. كده انا بوريكم الصينية دي، صينية صغيرة مقاس 28. تمام يا حبايب قلبي. اهو عملتها بالزيت، دهنتها بالزيت، ما ببدرهاش بالدقيق. اي صينية ألمونيا بتسوي الكيك بشكل خرافي. فلو عندك الصينية الألمونيا ما بتلزقش، بقى تدهنيها زيت بس من غير ما تبدريها بالدقيق وعليا. تمام. نزلت بالخليط زي ما انتوا شفتوه كده، قوام لا هو تقيل ولا هو خفيف، قوام مثالي جدا، والمقادير مثالية جدا جدا جدا. واللي بتهبط منها كيكة او فيها اي مشاكل امشي بنفس التريكات وان شاء الله تطلع ممتازة وهتعتمديها على طول. كده كانت خدت معايا في الفرن حوالي 35 دقيقة، وفي افران ممكن تاخد 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك حامي او لا. خلصت معايا وطلعت، وشايفين الجمال بتاعها ولونها، وكانت طالعة قطنية وهشة جدا جدا. استنيت لغاية ما بردت خالص عشان اقدر اقطعها لكم واوريها لكم اهو. وشكلها ابيض من جوه وهش جدا، وريحتها كانت قلب المطبخ، وطعمها في منتهى الجمال اهو. هتقطعي التقطيع اللي يعجبك، ممكن مكعبات، ممكن قطع اصغر من كده زي ما يعجبك، اي تقطيع. هوريكم طبعا قطعة كده عشان تشوفوا شكلها من جوه.
والله ما كنتش عارفة اطلعها من الصينية من كتر ما هي هشة ومفرولة جدا، هشة زي القطن. والسر بقى في معلقة الخل اللي انا حطها على اللبن، روبها. وعلى فكرة ممكن تعمليها كمان بالزبادي، مفيش مشكلة، بتبقى طعمها خرافة. بس طبعا دي برضو ليها تركات تانية، لاني بزود لها برضو يعني لبن مع الزبادي. فاعمليها بالتركات وبالطريقة اللي انا موريها لك، هتعجبك جدا. اهو شايفين شكلها عامل ازاي، وكان طعمها حلو جدا. كده خلصت الفيديو معاكم، ويا رب يكون نال رضاكم، ويا رب يكونوا استفدتوا. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.